باش نبداو دابا الكتابه ديال الكود ديالنا، اول حاجه غادي نديرو غادي نسدو هاد النوافذ اللي كانت مفتوحه، غادي نمشيو للبلاصه ديال الملفات. غادي ندير تكبير ديال الفينيتر ديالي او ديال الويندو. بالنسبه لهذا المكان كيبان لينا فيه الملفات اللي حنا فاتحينهم. بالنسبه لهذا المكان هذا هو اللي غادي يبان لنا فيه الكود ديالنا. فبالنسبه للبرنامج تقريبا ساهل بسيط، ما فيه شي تعقيدات كبيره. من بين الحوايج اللي تقدروا تلقاو راسكم كديرهم واللي هي انك تقدر دير رايت كليك باليمين ديال الماوس، ومن بعد تختار فولدر، تسمي الفولدر ديالك مثلا HTML، وتقدر تفتح هذا الفولدر بهذا الشكل هذا. وهكذا غادي نديرو trust yes I trust. وهكذا نقدر نبدا الكتابه ديال الكود ديالي او نبدا العمل وسط هذا الفولدر هذا. فبحال اي حاجه غادي نديرها هنا، اي ملف نقدر نضيفه هنايا غادي يبان ليا وسط من الفولدر ديالي. كاين عندنا الطريقه الثانيه واللي هي ممكن انني نجي لهذا الفايل، غادي ندير دابا كلوز لهذا الفولدر. الطريقه الثانيه هو انني ندير كليك على اوبن فولدر، نمشي للديسكتوب، نكليكي على الفولدر ديالي وندير سيلكت فولدر، واللي هي نفس الشيء كتعطيني نفس النتيجه. اذا بغينا نقوموا بالكتابه ديال اول كود، اول حاجه خصني نرد ليها البال واللي هي غادي ندير بحال هكذا، غادي ندير كنترول بلس. هاد الباتنز كيسمحوا لي انني نقاد الزوم ديال التكست. فاذا مثلا عندي صعوبه في انني نشوف الكود ديالي، غادي تجيكم هاد الخطوه مزيانه، يعني كنترول بلس، وغتقدر تزومي على الكود ديالك. اول حاجه غادي نديرها غادي نصاوب واحد الفايل ويب سايت. اول ما سميته ويب سايت غادي نلقى انه الملف او الفايل ديالي تفتح، غير الطريقه باش تفتح كاين حداه واحد الرمز. هذا الرمز كيدل على انه فقط واحد الفايل اللي هو تكست، يعني نص عادي، ما عرفوش انه عباره على واحد الفايل اللي هي عباره على واحد الصفحه ديال الويب. اذا فتحت هذا الفولدر غتلاحظوا ما كاينش حتى شي حاجه كتدل على ان هذا الملف هو شي حاجه اللي تابعه المتصفح، او حتى انها عباره على موقع الكتروني. بينما اذا درت واحد التعديل بسيط، كتبت ويب سايت ودرت .html، غتردوا البال انه تغيرت الايكون ديال الملف، وهنايا ولات كتبان ليا انه غادي تفتح برنامج كروم، فهو عباره على صفحه من صفحات الالكترونيه او صفحه ديال موقع الكتروني. كيف قلنا، اذا قمت بالضغط 6 مرات على هذا الويب سايت كيقول لي اختار البرنامج اللي غتفتحوا به، واذا درت 2 مرات الضغط هنايا كيقول لي واش بغيتي تفتح بكروم او بمايكروسوفت ايدج، واللي هو الصراحه بجوجهم كيدلوا على انه بالنسبه للنظام التشغيل ديالي او بالنسبه للبرنامج ديالي اعرف انه هذا الملف عباره على صفحه ديال موقع الكتروني. فحاليا بما ان هذه الصفحه تفتحات كتعطيني حاليا ما كاين والو الصراحه، ما كتبنا والو لداخل ديال الصفحه، ولكن على الاقل عندي صفحه الكترونيه مفتوحه وسط من المتصفح. غادي نديرو ضغط هنايا وغادي نمشي وغادي نحيد هاد الصفحه هذه اللي كانت تجريبيه. والشيء اللي بغيت نتذكر من هاد الخطوه اللي درنا انه فين ما نبغي نصاوب شي صفحه ضروري ما نتبع ليها في الاخير ديالها، ضروري خص يكون .html. نقدر نعاود نفس الشيء، غادي نديرو كلوز ديليت، ودابا غادي نديرو صفحه اللي سميتها index.html. هذا الاسم رغم انه غادي يجيكم غريب، وانما هذا الاسم ضروري خصو يكون لاسباب كتعلق بالخادم او بالسيرفر ديالنا اللي ممكن نتكلموا عليهم من بعد. غير اللي نبغيكم تعرفوا انه هذا الاسم ماشي عشوائي، يعني هذا الاسم عنده دلالات من بينها انه كيمثل المدخل للموقع الالكتروني. فإلا افترضنا انه
الموقع الالكتروني ديالك هو هاد الفولدر هذا، هاد الدوسي اللي حطيناه هنا، وكيتكون بزاف الصفحات. السيرفر اولا الخادم تلقائيا اذا قلتي ليه غتلقى واحد الموقع الكتروني هنا، باش يختار الصفحه الاولى اللي غادي يبين غادي يمشي مباشره يتوجه لهاد الصفحه اللي سميتها اندكس، اللي كتمثل ليه البوابه ديال الموقع الالكتروني ديالك او نقطه البدايه ديال الموقع الالكتروني ديالك. يعني هي الصفحه الرئيسيه اللي غادي يبين، اللاندين بيج اللي غادي يبين عاد ينتقل لصفحات اخرى عن طريق المنيو ولا الناف بار. نتمنى اني ما نكونش عقدت الامور عليكم. بالنسبه لهنا اول ما حطيت الصفحه الاولى ديالي، حاليا ممكن اننا نبداو نتعلموا اللغه ديال ال HTML ونشوفوا هادشي اللي صوبنا. غير اذا تذكرتوا كنا حطينا او كنا قمنا بالتثبيت ديال واحد الاكستنشن. هاد الاكستنشن هادي او هاد الاضافه هادي كانت سميتها لايف سيرفر. هذا هو البطن اللي خاص بهذيك الاضافه. فممكن انني ندير بحال ما هكذا، واوتوماتيكمون غادي يبان ليا الصفحه ديالي والنتيجه ديال الكود اللي كتبت. فبالنسبه للتكميله ديال هذا الكود غادي نديرو بحال ما هكا، كنكليكي على الويندو وكنجرها بشويه حتى بحال بغيت نخرج للجنب ديال الشاشه. ونفس الشيء غنعاود نديرو بالنسبه للكود اديتور ديالي. بما ان هذا المكان ما غاديش نستعملوه بزاف، فغنحاول ندير واحد الكليك هنايا. هذا المكان ممكن نخبيه نعاود نظهره في اي وقيته بغيت، فما نخافش. ممكن انني الا بغيت نعاود ندير شي حاجه هنا غير نضغط ونعاود نستعمله. وبما اننا البلاصه ديال الكود عندنا مهمه بزاف، غنحاول باش مكان انني نعطيها واحد المساحه اكبر، يعني نكليكي بيناتهم ونوسع هذه البلاصه هذه. وحتى لدابا حنا واجدين اننا نكملوا هاد الفورماسيون ديالنا.